السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم جميعا في قناتي طبخ وشغل بيتي. النهارده هنعمل سمك بالصينيه وجنبها رز. تعالوا نشوف هنعملهم ازاي. اول حاجه هجيب الكبه، هضيف فيها ربع كوبايه ليمون، هضيف معلقتين كبار خل. دلوقتي هضيف راس توم او معلقتين كبار ثوم مفروم. دلوقتي هضيف البهارات. عندي هنا معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره كزبره ناشفه، معلقه كبيره كمون، ومعلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره بابريكا. دلوقتي هضيف البهارات. عندي نص الباقة كرفس ونصها شبت، ممكن استبدل الكرفس ببقدونس. برضو هنفرمهم في الكبة. دلوقتي هضيف الطماطمتين، قشرتهم وضفتهم، ممكن بدون تقشير. دلوقتي ضفت معلقة كبيرة صوص الطماطم. دلوقتي هضربهم برضو في الكبة، خلطهم مع بعض. عندي هنا سمك حوالي 2 كيلو، طبعا احنا مغسلاه ومنضفاه، وحاطه له شرائح ليمون بعد ما غسلته وعصير ليمون. دلوقتي هضيف التتبيلة عليهم، وحاول ادخل التتبيلة جوه السمكة برضو. اهم حاجة ندخل التتبيلة جوه السمك ونسيبهم حوالي نص ساعة في التتبيلة. دلوقتي جهز صينية، ضفت لها بصل وفلفل حامي وجزر. انا عملت الجزر شرائح رفيعة عشان تستوي معانا. دلوقتي هضيف السمك فوق البصل والجزر والفلفل. دلوقتي بعد ما حطيتهم في الصينية، احط حوالي 3-4 معالق زيت ذرة، وممكن بلاش تضيفي زيت ذرة خالص، هينفع معاكي. ودلوقتي هدخلهم الفرن درجة حرارة 220 من تحت لمدة 40 دقيقة، وبعدين ادخلهم على الشواية لحد ما ياخدوا لون، وكده صار السمك معي جاهز. بالنسبة للرز، دلوقتي هنعمل الرز السمك. عندي هنا بصلاية فرمتها مكعبات، حطيت لها ورقتين لوري وحبتين لومي. دلوقتي احنا عايزين نقليها لحد ما تاخد لون. عندي هنا حوالي معلقتين 3 توم على قرن فلفل حامي. احنا عايزين نقلب البصل لحد ما ياخد لون معنا. دلوقتي ضفت حوالي نص المعلقة الصغيرة لومي مطحون، انا طحنته في الكبة، بيعدي لون وطعم للرز. دلوقتي بصوا البصل ازاي اخد لون معايا. دلوقتي ضفت هنا كوبايتين رز بسمتي، وطبعا ممكن نستبدل رز بسمتي برز المصري، الموضوع بيرجع لك. دلوقتي هقلبهم تقليبة كده. ودلوقتي هضيف لكل كوباية رز كوباية و3/4 الكوباية مية. الافضل نضيف للرز مية مغلية، اما مية مغلية او شوربة مغلية، شوربة فراخ او شوربة لحمة لو عندك في البيت. دلوقتي هسيبهم يغلوا غلوة على نار عالية. عندي هنا مكعب مرق هضيفه برضو، هضيف معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة كاري او اي نوع بهارات انت بتحبيه للرز، او معلقة صغيرة بهارات الكبسة، موضوع برجع لك. دلوقتي هديهم غلوة على نار عالية، وبعدين هوطي النار واسيبهم حوالي 20 دقيقة لحد ما يستوي معانا الرز. وده شكل الرز بعد ما استوى معانا حوالي 20 دقيقة. عندي هنا نص الباقة اللي شبت اللي ضلت معايا على بصلاية خضرة، هضيفها فوق الرز بعد ما يستوي الرز. بدي طعم الشبت للرز، طعمه جميلة جدا. دلوقتي هغطيهم لحد ما يستوي معايا السمك ويكون الاكل جاهز معايا. هعمل جنبهم سلطة طحينة. عندي هنا نص كوباية طحينة، هضيف لها معلقة كبيرة خل، هضيف لهم سن توم مدقوق. دلوقتي هخلطهم، بعدين هضيف عصير 2 ليمون، ليمونتين هعصرهم عليهم برضو. دلوقتي هضيف مية من الحنفية
وهخلطهم مع بعض لحد ما يتجانس الطحينة معايا. دلوقتي هضيف رشة ملح ورشة كمون وهخلطهم مع بعض. عندي حوالي معلقة بقدونس مفروم برضو هضيفها. كده الطحينية صارت جاهزة معانا، وده الاكل صار جاهز معانا. بتمنى تجربوه ويعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد.